مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات معلومات بالدارجة. قررنا اليوم نبداو واحد السلسلة جديدة بجانب حلقاتنا اللي غنسميوها بالمغرب السياحي، بحيث في كل حلقة غادي ندويو على مدينة معينة وعلى الأماكن السياحية المتواجدة بها، واللي يمكن لأي واحد فاش يمشي لهاد المدينة يزور بعض من هاد المناطق. ما يمكنش ندويو على المناطق السياحية في المغرب بلا ما نذكروا مدينة مراكش كأول مدينة سياحية في المغرب اللي كتميز بمجموعة من الأماكن الرائعة. ففي سنة 2015 توجت مراكش كأفضل وجهة سياحية حول العالم، لهذا غنحاول نقدموا فقرة بسيطة على أهم المناطق السياحية المتواجدة بهذه المدينة. حديقة ماجوريل تسمات بهذا الاسم نسبة للرسام الفرنسي جاك ماجوريل اللي بدا تأسيسها في 1924، واللي صبغ مباني هذه الحديقة في 1937 باللون أزرق ناصع. من بعد تعرض جاك لحادثة سير فدوه الفرنسي تعالج، لكن مات سنة 1967 وخلى موراه واحدة من أجمل الحدائق حول العالم. بلا شك أن أغلبيتكم غادي يتساءل على ثمن الدخول لهذه الحديقة شحال. بالنسبة للعموم فهو 30 درهم والبعثات الطلابية ب 15 درهم، أما الدخول لمتحف الفنون الإسلامية اللي كيتواجد بقلب الحديقة فب 15 درهم فقط. وبالنسبة للبعثات الطلابية فابور، بما أن المغاربة عزيز عليهم الفابور فنهار الجمعة الدخلة ديما مجانا. كما أن هذه الحديقة مفتوحة من 8 تاع الصباح إلى غاية 6 العشية. ساحة جامع الفنا، المغاربة كاملين كيعرفوا ساحة جامع الفنا، فهو فضاء شعبي كيفوجوا فيه الناس وناس اخرين، هو مكسب رزقهم حيت اغلب السياح كيتجمعوا تماك من اجل الاكل او الفرجة في الحركات البهلوانية اللي كيقدموها اغلب الحلايقية. وكاين نوع اخر من السياح اللي كيمشي تماك غير باش يتصور مع الحنوشة ديال المغرب حيت ظريفين. شي كلنا عارفينه، ولكن اللي ما عارفينش هو التاريخ ديال هاد الساحة. يرجع التاريخ ديال هاد الأخيرة لعهد تأسيس مدينة مراكش سنة 1070 ميلادية، حيث بنات هاد الساحة في عهد الدولة المرابطية كنواة للتصوير، لكن تزايدت الأهمية ديالها والرواج فيها بعد بناء مسجد الكتبية. فقديما كانوا الملوك والسلاطين كيستعملوا هاد الساحة لاستعراض الجيوش أو الاستعداد للانطلاق في حروب ومعارك توحيد المدن المجاورة، ومن هنا كسبت هاد الساحة الشهرة والجمالية ديالها. المدينة القديمة، كيف هو معروف فلكل مدينة مغربية تقريبا مدينة قديمة خاصة بها كتفتخر بها وكتكون كتضم مجموعة من المآثر التاريخية اللي تركوها الإمبراطوريات أو الدول القديمة اللي تزامنت على حكم المغرب. مدينة مراكش وحدة من هذه المدن اللي كانت تحت سيادة الدولة المرابطية، اللي خلات موراها مجموعة من المآثر التاريخية. إلا مشيتي لمدينة مراكش من الضروري أنك تزور المدينة القديمة وتستمتع بالجو الشعبي والجدران المزخرفة والشبه المنهارة. وكيمدن كيبعد على مدينة مراكش ب 74 كيلومتر تقريبا، وهو منتجع الرئيسي للتزحلق في المغرب، حيث كيبلغ ارتفاع هذا الجبل 3200 متر، والقمة ديالو مغطاة بالثلوج بشكل شبه دائم على مدار السنة. إلا كانت عندك شي مزلاجة خصك تخبعها العام الجاي، حيت الفترة اللي كيكون فيها الثلج في هذه المنطقة هي فقط ما بين شهر نوفمبر وشهر أبريل. ايضا كاين مناطق اخرى عديده غادي نذكروا فقط الاسماء ديالها وبعض الصور الملتقطه لهذه الاخيره.